المستمعين، بيجيلي أسئلة كثير بخصوص واقي الشمس، شنو أفضل واقي شمس أستخدمه؟ واقي الشمس ممكن نستخدم واقي شمس كريمي وهذا مناسب للبشرة الجافة، أو ممكن نستخدم واقي شمس فلويد اللي هو السائل الشفاف وهذا مناسب للبشرة المختلطة أو الدهنية. وممكن بعض أنواع الشركات بتنزل واقي شمس مخصص للبشرة الحساسة اللي هو ما بيكون فيه مواد كيميائية، اللي هو بيكون واقي شمس فيزيائي. وكذلك للأطفال يفضل في الأطفال اللي هم سنهم بعدهم صغير ما نستخدم لهم واقي شمس كيميائي ونستخدم لهم واقي شمس فيزيائي اللي هو بيكون حاجز، مجرد بيحجز أشعة الشمس إنها توصل للجلد. كذلك في واقي شمس ممكن يكون مست معناها رذاذ أو سبراي معناها بخاخ ثقيل شوي، وهذا بيفضله الرجال ومناسب للمساحات الواسعة مثل الظهر والأكتاف والبطن. كذلك ممكن نستخدم واقي شمس مخصص اللي هو ينحط قبل الميك اب ويستخدم، يجوز ان نستخدمه كمثبت ميك اب، بحيث واقي شمس بخاخ يجوز ان احنا نستخدمه كمثبت للميك اب. وبعض انواع واقيات الشمس الشفافه اللي هي مكتوب عليها فلويد هذه مناسبه جدا، اللي هي تنحط بعد غسول الوجه ونحط على البشره وفوقها نحط عليه ميك اب ويستخدم كمثبت ميك اب. وفي انواع واقي شمس اللي ما بتسبب لمعه في البشره، هذه دائما بيكون اما المست اللي هو الرذاذ او السبراي اللي هو البخاخ او الفلويد اللي هو بيكون شفاف، وهذا دائما بيفضلوه الرجال او بيفضلوا النساء اللي بشرتهم مختلطه او دهنيه قبل وضع الميك اب. اما اللي بعض الناس اللي مو مستعدين يحطون واقي شمس سواء سبراي او كريم، في بعض الشركات منزله واقي شمس يكون عباره عن باودر مثل الباودر تبع كريم الاساس، وفي منه درجات الوان حسب لون بشرتك، بتحطيه ككريم اساس للبشره او كفاونديشن ووراها تحطين الميك اب اللي تريدين تحطيه. يهمني جدا انكم تعرفون احيانا تجيني مراجعه بتقول لي حطيت واقي الشمس ورغم ذلك بشرتي سمرت، لازم تنتبهين انه لازم واقي الشمس يكون قبل التعرض للشمس بنص ساعه، بالذات واقي الشمس الكيميائي عشان يلحق يتفاعل ويكون الحاجز اللي راح يحميكي من اشعه الشمس. كذلك واقي الشمس في منه درجات، يفضل دائما ان احنا نستخدم واقي الشمس فوق 35 بلس، يعني يفضل 50 بلس، فوق 35، فوق 40، فوق 45 كذلك بيكون مناسب. بعض المراجعين يقولوا لي حطينا واقي الشمس وفي نفس الوقت بشرتي سمرت، ليش دكتور؟ ممكن تكون بشرتك حساسه فتحسست انك ما تستخدم لها واقي الشمس مخصص للبشره الحساسه. الناس اللي مسوين جلسات تقشير بشرتهم متهيجه، الناس اللي عندهم الورديه كذلك بشرتهم تتهيج بسهوله، لازم تستخدم واقي الشمس للبشره الحساسه او واقي شمس فيزيائي. الشيء كلش مهم انك لازم لو حضرتك تتعرضي للشمس مره كل 3 ساعات يتم تجديد واقي الشمس. لو احنا حطينا واقي الشمس وبعدين ضلينا في الشمس اكثر من 3 ساعات وما جددنا واقي الشمس، هذا وارد يؤدي الى ان الجلد يسمر. كذلك لو احنا بنمارس رياضه بدنيه بتؤدي للعرق، المتعرضين للشمس سواء اشعه مباشره او غير مباشره، او بنمارس السباحه، لازم يتم تجديد واقي الشمس مره كل ساعتين، وهذا على كل المناطق المعرضه لاشعه الشمس. كذلك معلومه مهمه، يفضل ان تستخدمون نظارات شمسيه فيها يوفي بروتكشن اللي هو معامل الحمايه للاشعه التحت بنفسجيه، هذا بتحمي الجفون وبتحمي من الجفون من التجاعيد او البقع الداكنه، وبتحمي محيط منطقه العين. كذلك ناس كثير يحطون واقي شمس ينسون يحطون واقي شمس على الشفايف. بعض انواع واقي الشمس مخصصه للبشره الحساسه يجوز ان احنا نحطها على الجفون، وهذا مهم، بس انتبهي لا تدخليها داخل العين، بعيد على طرف الجفن من برا بعيد عشان لو